السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة النهاردة مهمة جدا وعايز كل واحد بيتفرج عليها يسمعها للنهاية، لان انا هتكلم عن فئة كده معينة ربنا اختارهم ووصفهم بعباد الرحمن. يا رب كلنا نكون منهم. وتعالوا كده نعرف مع بعض ايه الصفات اللي بتميز الفئة دي. وقبل ما نتكلم عن الناس دول، اهو الناس دول كده معروفين زي وكأنك داخل مستشفى، فاكيد واحد لابس افرول ابيض هتقول عليه دكتور، لو انت داخل القسم وواحد لابس بدلة ضابط هتقول عليه ضابط. الناس دي معروفة وغنية عن التعريف، كنيتها او شكلها بيميزها لوحده. فتعالوا نعرف مع بعض الصفات اللي ربنا ميزهم بيها، ولو بصيت كده تعرف ان دول هم عباد الرحمن بجد. والفئة دي انا مش بتكلم عن المغنيين ولا الممثلين ولا كل الناس اللي انت بتعرفهم، بنتكلم عن عباد الرحمن اللي ربنا وصفهم واتكلم عنهم في القرآن الكريم في اخر سورة الفرقان. تخيل معايا كده ان ربنا ينسبك ليه. ربنا في اياته قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يعني اول صفة ربنا وصفها لهم ان هم بيمشوا ولا مستكبرين ولا مستعليين ولا شايفين نفسهم على الناس. يعني الكلام اللي انا بتكلم فيه ده اكيد ما ينطبقش على شباب اليومين دول نهائيا، اللي هم لما يتقابلوا في الشارع تعالى يا زميلي نلعب جولة، مين فينا اجمد من التاني. مش دول خالص عباد الرحمن اللي ربنا اتكلم عنهم ووصفهم. والصفة التانية اللي ربنا وصفها لهم وهي السيطرة على الغضب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وده مش معناه ان هم جبنة، ده معناه ان ربنا زرع جواهم حاجة كده ان هم ما يردوش الإساءة بالإساءة. بيقول لك يا عم انا مسامحك، ربنا يسامحك. يعني مش بيدخلوا معاك المعركة اللي هي بالألفاظ والكلام الغلط، بينسحبوا كده بكل كرامة وبيحافظوا على اللقب اللي ربنا اداهولهم. وعلى فكرة ده مش ضعف، ده علو. والصفة الثالثة اللي ربنا وصفها لهم قيام الليل. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني كل الفرق اللي بينك وبينهم انت اخترت الراحة وهم اختاروا القرب من ربنا في الوقت اللي الناس كلها مختارة فيه الراحة والنوم. والصفة الرابعة ان هم بيخافوا من عذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة. الناس اللي عارفة عذاب جهنم شكله ايه، والناس اللي عارفة عذاب الآخرة هيكون شكله ايه. كل واحد فينا بيصلي وبيزكي وشايف نفسه ان هو كده عامل كل حاجة، اهو ده مغرور في نفسه، وربنا ما زرعش الصفة دي في عباد الرحمن. عمرك ما تتغر في عملك، وعمرك ما تشوف ان انت بتعمل كل الحاجة تكفيك عشان تدخلك الجنة. لا، انت لازم تفضل تدعي 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 ربنا علشان ربنا يتقبل دعائك ويدخلك الجنة. ما تتغرش في عملك. والصفة الخامسة اللي هي الاعتدال. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. يعني ولا تبذير ولا بخل، حياة متوازنة ودين متوازن. ربنا يبارك لهم في كل حاجة بيعملوها. ومن ضمن الصفات الخطيرة اللي ربنا ميزهم بيها انهم لا يزنون ولا يقتلون ولا يشهدون الزور. وحط 100 خط تحت كلمة ولا يشهدون الزور، لأن شهادة الزور دي بالذات كفيلة توديك في حتة تانية، كفيلة توديك جهنم وبئس المصير. إياك في حياتك تشهد زور. وعلى فكرة عباد الرحمن دول مش ملايكة، هم بشر زيهم زينا، ولكن عندهم مبادئ محافظين عليها وعندهم أمل عظيم. وأجمل حاجة بقى، ربنا بعد ما قال كل الحاجات الكبائر دي قال كلمة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني حتى لو كنت بعيد جدا لسه الباب قدامك مفتوح. مش مطلوب منك انك تبقى كامل كل الصفات دي في البداية، بس على الأقل تبدأ تمشي على الطريق. كل صفة في دول خليها هدف في رمضان، واسأل نفسك كل يوم: أنا قريب من الوصف ده ولا محتاج أراجع نفسي شوية؟ تخيل كده معايا يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى بينادي: يا عباد الرحمن. يا ترى كده اسأل نفسك، هتكون واقف وسطهم ولا هتبقى بتتفرج عليهم وبتتحسر على نفسك وبتلوم نفسك ان انت مش واحد منهم؟ ما تسكتش على نفسك وتأذيها. ابدأ من النهاردة ان شاء الله لو خطوة واحدة لقدام، وكل يوم قرب اكتر، يمكن اسمك يتكتب وسط عباد الرحمن. وبكده وصلت معاكم لحلقة النهاردة. يا ريت لو عجبتكم تشيروا الحلقة علشان غيرك يستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.